باسم يوسف اللي يعتبرونه من أشهر الشخصيات في الإعلام العربي خلال ال10 سنين اللي فاتت اشتهر ببرنامجه الساخر البرنامج. كان ينتقد فيه الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر والدول العربية، وما سلمت منه دول الخليج بعد. صار معروف بمواقفه الجريئة وكلامه اللي ما كان دايم يمشي مع رأي الأغلبية. يعني بص، أنا محضر كل حاجة اهو، ماشي؟ يا ريت بقى تتكلم بالراحة من غير لهوجة عشان ألحق أكتب وراك على بركة الله. اتفضل. عايز أقول لك بمنتهى الصراحة بقى كده. الصمت ده له معنى أو تفكير. الجيش يا أستاذ إبراهيم. ثانية واحدة. يا أوكي، يعني معنى كده هوت ساعة ونص سكوت، يليها نص ساعة تفكير في السكوت، بعدين ساعة تانية سكوت ما بعد التفكير في السكوت، ثم ربع ساعة كده اندهاش ما بعد السكوت. لما طلع خبر إن باسم يوسف بينضم للجنة تحكيم برنامج Arab Got Talent على قناة MBC، الناس انصدمت وبعضهم انتقد الموضوع. واجد ناس شافوا إن هالشي يتعارض مع مواقفه القديمة من السعودية، البلد اللي تملك شبكة MBC. قبل كذا باسم يوسف كان ينتقد السعودية في قضية تيران وصنافير. بالنسبة لك صنافير وتيران مصرية؟ طبعا صنافير وتيران مصرية 100%، ما فيش أي خلاف على كده يعني. لو كنت أنت موجود كيف كنت عالجت الأمر؟ لا طبعا احنا كنا سفينا طبعا سف رهيب يعني. حضرتك منين؟ أنا من السعودية. شوف الناس بتفهم. ناس بتقول دكتور من أستاذ. يلا هنعمل إيه بقى؟ يلا عندنا شقة أوضتين وصالة، خدوها لو عايزين كمان. يلا اتفضل. من أكبر الانتقادات اللي ستواجه باسم يوسف هي إن غير موقفه من السعودية. قبل كان ينتقدها والحين صار يشتغل في برنامج تابع لشبكة تملكها وتديرها السعودية. في ناس بيشوفون إن هالتغيير يناقض المبادئ اللي كان يقول عنها قبل، وفي ناس تانية يمكن يعتبرونه تحول طبيعي لشخص إعلامي يبغى يستمر في الساحة، خاصة بعد ما وقف برنامجه في مصر والضغوط السياسية اللي صارت. يمكن الفلوس والمصلحة الشخصية لعبت دور في قرار باسم يوسف إنه يشارك في Arab Got Talent. هالبرامج تجيب فلوس كثيرة وتخلي الواحد يطلع في الإعلام بشكل كبير. هالشيء ممكن يكون سبب قوي يخلي الواحد يقبل بعروض حتى لو ما تمشي مع كلامه القديم. الناس اللي كانوا يتابعون باسم يوسف في البرنامج كانوا يمدحون شجاعته وجرأته في طرح المواضيع الحساسة، بس نفس هالجمهور يمكن يحسون بخيبة أمل من التغيير المفاجئ في مواقفه. هالشيء ممكن يخليه يفقد جزء من شعبيته، أو على الأقل يخلي بعض الناس يشكون في مصداقيته. يمكن باسم يوسف يدافع عن موقفه بأعذار مختلفة، مثل إن الظروف تغيرت، أو إنه يبغى يسوي برامج للترفيه بعيد عن السياسة. ويمكن بعد يقول إن الشغل في هالبرامج ما يعني بالضرورة إنه يوافق على سياسات الدولة اللي تملك القناة. في الآخر مشاركة باسم يوسف في Arab Got Talent سيكون محل جدل وكلام واجد. هالتغيير بيبين جانب جديد من شخصية باسم يوسف، ويخلي الناس يتساءلون عن مواقف المشاهير ومدى ثباتهم على مبادئهم لما الظروف تتغير. إذا عجبكم المحتوى ما تنسون تضغطون على زر الإعجاب وتشاركون الفيديو مع ربعكم عشان تعمل فايدة.